الناس دي اصلا تلاقيه كده بينام بيحلم بالتارجت، بيحلم هم يمشوني من الشركه ولا لا، بيحلم بالعميل اللي فكس. المجهود الذهني متعب اكتر ولا المجهود البدني؟ يعني خلينا كده نتكلم على شغل زي شغل السيلز، فيه مجهود ذهني ليه؟ بيبقى قاعد على المكتب بيعمل مكالمات وكده. طبعا الناس كلها تبقى متصورة ان انت قاعد على المكتب بتعمل مكالمات، بتقابل العملاء، هو ده كل التعب بتاعك. اما المجهود البدني بقى، لو واحد مثلا يعني شغال مجهود بدني قوي، زي مثلا واحد شغال في الفاعل، نجار مسلح، يعني ايا كان الناس اللي هي بتبذل مجهود بيكسر في الجبل، الناس اللي بتبذل مجهود بدني عالي، ده انهي بقى اللي متعب اكتر ومجهد اكتر وبيحتاج ريكفري اكتر؟ طبعا كل الناس هتبقى متصورة ان المجهود البدني، طبعا انا واحد يعني بكسر وبعمل وكده، بس خليني اصدمك واقول لك ان لا، المجهود الذهني اصعب بكتير جدا وبيحتاج ريكفري اكتر بكتير. طيب ازاي؟ دلوقتي مع احترامي طبعا لكل الشغل وكل الوظائف، بس المجهود البدني ده مهما كانت وظيفته والتعب والشيل والحاجات اللي بيعملها دي كلها، اول ما بيروح البيت بتاعه وياكل اكله كويسه هيصحى تاني يوم هيقوم زي الفل، ما فيش اي حاجه خالص. لكن المجهود بقى الذهني هو اصلا ممكن ما يعرفش ينام، يعني طول ما هو من كتر الاسترس، انت عندك استرس وضغط وعدم استقرار، ويعني بجد الشغلانه بتاعت السيلز دي من اصعب الشغلانات. الناس دي بتبقى عندها القولون بتاعها تعبان، يا اما في ناس بقى ما بتستحملش، شعرها ممكن يقع، شعرها بيبيض، لا قدر الله ممكن حد يجيله ضغط او سكر من كتر الضغط والاسترس، امراض مناعية. كل ده بسبب ان المجهود الذهني بتاعك صعب. انت عمال بيبقى عليك تارجت، عليك مسؤوليات، عليك عدد ميتنجز، عليك فلوس لازم تدخلها. انت لو انت يعني عامل كل الايفورت اللي عليك وموت نفسك في الشغل، ولسه ما فيش توفيق او ما بعتش، تمام، انت اصلا بيتقالك انت ولا ده بالنسبه لي ولا شيء، ولا كانك عملت اي حاجه. انا عايز الريزلت، عايز التارجت بتاعك. الناس دي يا جماعه بتتحمل كميه استرس وكميه ضغط، وعميل يديله ميعاد وما يجيش، وعميل يبوظ العقد على مش عارف ايه، والمدير بتاعه بيسخف عليه مش عارف في ايه، وده مش شايف مجهوده وده مش شايف شغله، ومفيش استقرار. يا ترى لو مشيت من هنا هروح فين، وانا مش عارف اكمل في مكان. الناس دي اصلا تلاقيه كده بينام بيحلم بالتارجت، بيحلم هم يمشوني من الشركه ولا لا، بيحلم بالعميل اللي فكس، بيحلم بالعميل اللي اداله ميعاد وما جاش، والعميل اللي قفل السكه في وشه. يعني مجهود غير طبيعيه. فطبعا نصيحه، في ناس ينفع تشتغل في شغلانه السيلز، وفي ناس طبيعتها ما ينفعش تشتغل. يعني هي دي قدرات، مش معناها ان انت وحش، لا، ربنا خلقنا قدرات وطبقات. ففي واحد قدراته ان هو يستحمل يشيل مسؤوليه ويشتغل سيلز وكده، وفي حد تاني لا، لو اشتغل يتعب. في ناس يجي يقول لك انا اشتغلت في السيلز 3 شهور لقيت شعري كله طقطق ابيض. في ناس يقول لك انا حصل لي مش عارف اكتئاب. فلا، لو انت ما عندكش القدره ان انت تستحمل الحاجات دي كلها، بلاش تشتغل السيلز، لان انت صحتك اهم من اي حاجه. بدل ما لا قدر الله الضغط ده يجيب لك جلطه، يجيب لك سكر، يجيب لك ضغط، يوقع شعرك، لا. فهي بجد الشغلانه دي عايزه حد فايتر بجد. شابوه لكل واحد شغال في السيلز، وكل واحد فايتر، وكل واحد يعني بينزل كده يستحمل كل الحاجات اللي بتحصل دي وكل الضغط ده كله، ويرجع تاني يكمل نفس اليوم ويعيد نفس الضغط ويعيد كل الكلام ده. بجد انتوا ناس بتتعبوا. ربنا يكرمكم ويوفقكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه ويقويكم. بجد شابوه لكل واحد سيلز، كل واحد فايتر، كل واحد يعني بيشتغل شغلانه صعبه وفيها مجهود ذهني جامد جدا جدا. ويعني حاولوا ان انتوا تتعافوا، وحاولوا ان انتوا تاخدوا وقت راحه.